سلام البنات. سلام البنات والعيالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، مرتاحين ومهنيين ان شاء الله. فيديو جديد، قولوا لي على السلامه. مده طويله هذه ما صورت لكم شي فيديو، تقريبا من العيد الكبير اللي فات، قريب يدور العام. هذا العيد الكبير غنكمل تقريبا عام باش لحت لكم فيديو ديال الحنه. عرفتي جاتني واحد الحاله على التصوير، ما عرفتش كيفاش نقول لكم. كنبغي نصور وكنولي نعاود ما عرفتش كيفاش غنوصل لكم، نوصف لكم داكشي اللي كان كيجيني. ما كانش عندي الرغبه باش نصور مده طويله هذه. وبما ان الفيديو الاخراني طلع تبارك الله ما شاء الله، وجاوني عليه اسئله بزاف بزاف، قلت علاش لا العيد هذا نوض نصور لكم شي فيديو على الله تلقاو فيه شي حاجه تنفعكم، والله تجربوه في هاد العواشر هادي وفي هاد العيد. ايوا هذا ما كان، قولوا لي على السلامه. كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير، وتنتمنى هذا العيد يدخل عليكم بالصحه والسلامه وراحه البال. راحه البال هي كل شيء. ايوا المهم، بلا ما نطول عليكم في المقدمه، كما كتعرفوا في الفيديوهات اللي قبل اللي شحال هذا، تنجيبوا السكوتش وتنقطعوه وتنصاوبوا رشيمه ان شاء الله اللي طلع زوينه. المهم هادشي اللي خدمت لكم به انايا، اللي غندير لكم بها هاد الرشيمه هادي، غير دوك البقايا اللي شاطوا ليا من دوك الفيديوهات اللي كنت صورت لكم شحال هادي، بالنسبه للناس اللي تفرجوا، غير دوك شويه شاطلين من هنا شويه من هنا. وانا بما ان مازال ما مشيتش جبت لكم رشيمات جداد، قلت اجي نبدا بعدا بهاد الرشيمات. المهم هاد البقايا ديال السكوتش اللي بقاو عندي من الفيديوهات اللي قبل، وتا هما تقدري زعما تصاوبي منهم رشمه، واخا يكون عندك غير شويه من هنا شويه من هنا، تقدري تجمعي داكشي وتصاوبي شي حاجه، طلعي شي حاجه زوينه. المهم هذاك اللي طويل ديال الرجلين، وتا هذاك تا هو ديال الرجلين، غير هاد الرشيمه هادي اللي دايره على اليد هي اللي من الطابلو ديال 5 دراهم. بالنسبه للاسئله اللي جاوني بزاف في الفيديو الاخراني، الا رجعتوا للقناه غادي تلقاوه. بالنسبه لهاد الحنه كيقولوا فين غنلقاها، شنو سميتها، بشحال كتباع، الحنه هادي شحال كتبقى في اليد، كاع هاد الاسئله هادو غنجاوبكم عليها. بالنسبه لهاد الحنه راها كما صورتها لكم، تقدري ديري لها سكرين وتمشي تشري عليها، سميتها اروى. و والثمن ديالها ما بين 160 ريال حتى 10 دراهم. كتلقايها عند العطار ولا العشاب، كل واحد كيقول ليه، اللي كيبيع الحنه والعشوب وداك الشيء. راه كتقدري تلقاي عند حتى صحاب اللي كيبيعوا. المهم اش نقول لك، تلقاي في شحال من بلاصه. المهم عند العطار تقدري تلقاي من دوك العيالات اللي كيبيعوا الحنه وداك الشيء، دوك الباندات وداك التخربيق، تلقاي عندهم حتى السكوتش. المهم راك غادي تلقايه موجود. وهاد الحنه قلت لكم سميتها اروى، كدير ما بين 10 دراهم و160 ريال على حساب كل واحد بشحال كيبيعها. آه كتبقى في اليد ما بين اش نقول لكم 3 ايام 4 ايام. الا ما كنتيش كتقيسي الماء بزاف راه ما غاديش، هي راه اللي كيقضي عليها هو الماء ولكن ما بين 3 ايام 4 ايام. المهم السيده ديرها الا كانت عندها شي مناسبه هكا ديال العيد ولا شي عراضه خفيفه، راه تقضي ليك وشيط الخير، تقضي وشيط شي ايامات. ما بين 3 ايام 4 ايام راه كتقضي الغرض. بالنسبه لي مزروب ولا اللي باغي يحني راسو ولا كل واحد. المهم انا كنعطيكم الفكره، كل واحد يطبقها على حساب الظروف ديالو. كاين اللي باغي غير يديرها، كاين اللي عنده مناسبه. المهم كل واحد. المهم كما قلت لكم هاد الرشمه هادي غير من دوك البقايا ديال السكوتش اللي بقاو عندي. المهم هذا اللي كندير به دابا، هذيك الدائره هكاك، هذيك سكوتش نيت ديال درهم، وتا اللي درت في الصبعان سكوتش ديال درهم. ديال الرجلين تنقطعو كنردو ديال اليدين. المهم رشمه تشريها بدرهم ديال الرجلين وتقطعيها وتصاوبيها تولي لك ديال اليدين. راه نفس بالنسبه لي كيقولوا لي شنو غنديروا في الداخل ديال اليد. الداخل ديال اليد راه كديري نفس اللي الفوق كديري لي لتحت، اولا تقدري تبدلي الرشمه. انا كنعطيكم النموذج بحيث باش نجي نصور الفوق والتحت غادي يجي الفيديو طويل، تنفضل ندير لكم غير الفوق، وانتم ديك الساعه
كديروا نفس الرشمه الفوق والتحت، اولا كتبدلوا، كديري لتحت مثلا حتى تديري البوماده الحنه وعاد حتى تنشف وتتحيديها، وعاد كديري الفوق، تديري الوسط هو الاول ديال اليد، كف اليد حتى تكمليها وتتنشف تتحيدها، وعاد تديري عاوتاني الفوق. ايوا هادشي اللي كاين. يمكن جاوبت على الاسئله كاملين. المهم واش مضره ولا لا، راه انا بحالي بحالكم، ما نقدرش كما قلت في واحد الفيديو قبل واش ندي التقليد واش مزيانه ولا واش انا كنديرها شحال من مره وصورت بها مرارا ودرتها حتى لبنتي، ما تدير حتى شي حاجه. ولاني باش الواحد يهز التقليد على عنقه يقول لك ما كدير شي حاجه ولا ما كديرش، راه خاص الانسان يدير لها تحاليل ويشوف شنو فيها، عاد يقدر يقول لكم واش تقدر تضر ولا ما تضرش. بالنسبه للناس اللي عندهم الكزيمه ولا عندهم شي حساسيه في اليدين حسن يتفاداوها، والناس اللي عادي ما فيهم حتى شي حاجه راه ما كدير والو، راه درتها انا مرارا وتكرارا ما كاين والو، بحال شكل ديال الصباغه وصافي، كدوز واحد 3 ايام 4 ايام كتحيد وصافي. وهذه فكره باش بنادم بلا ما اللي ما عندوش باش يمشي يخلص الحنه في هاد العواشر، كتكون نقاشه غاليه وتيكون نوبه بزاف. وهذه فكره باش الواحد يصبح محني وفرحان براسو وقل تكلفه. باقل تكلفه تقريبا طلع لك ما بين بوماده ديال الحنه ب10 دراهم، كاع نقولوا ب10 دراهم، وخا انا تناخدها غير 160. و سكوتش نقولوا نقولوا كاع 4، كاع لا ضيعتي ب 80 ريال وانت محنيه. وحتى بالنسبه حتى البنيات الصغار اللي عندها بنياتها صغارين وبغات تحني لهم في هذا العيد هذه. وبالنسبه للبنات حتى هما اللي عندهم مشكل مع الدوليو والنقيش وكيغوتوا وما كيقدروش على زعما على الدوليو د الحنه، هذه حتى هي مزيانه. غادي من بعد ندير لكم موديل على حساب البنيات الصغار، غنجرب لكم في في يدين بنتي حتى هي صغيره، ندير لكم رشيمات على حساب البنيات الصغار في هذا العيد ان شاء الله، الا بقى لي الوقت، حيت عندي واحد الضغط انا كندير الخياطه وعندي الحوايج ديال الناس، ما كيبقى لياش الوقت فين نصور. هذا ما كان. غندير لكم ارشيمات البنيات الصغار غينفعوكم كتار والله، حيت انا اللي كنعرف الحنه ديال البنيات الصغار في هاد العواشر كيكون نوبه، وبنادم شاد النوبه عند نقاش حتى لواحد الوقت، اللي عندها شي بنيه وما كتستحملش الدوليو ديال الحنه، هاد الطريقه مزيانه ليها. وبالزربه اقل من 5 دقائق ولا 10 دقائق ها هي البنيه محنيه وناعسه بخير وعلى خير. اولا كاع حتى يصبح العيد مع الصباح بالزربه، راه ما كتاخذش وقت طويل بالزربه، زعما بالزربه غادي ديريها. ايوا وهذا مكان. مده طويله ديما صورت، جاني تصوير شي شكل وجاتني الهضره في الفيديو شحال هذا مده طويله، هادي راه تقريبا دار العام. ولاني بما ان داك الفيديو جاوني فيه بزاف ديال الناس كتبوا لي كومونتيرات زوينين والفيديو طلع وبزاف ديال الناس سولوني بزاف ديال الاسئله، صافي قلت بسم الله وانا نوض حيت العجز. وانا نصور لكم. المهم بالنسبه ملي كدير بوماده ديال تطبقيها، ما تديريش شي كوش غليظه بزاف، كتسني عليها حتى تتنشف وكتقيسيها انها نشفات مزيان مزيان كما كيبان لكم. المهم انا خرجكم على الموضوع وبديت كنهضر لكم ونسيت لكم المراحل ما نهضر لكم عليها، ولاني الناس اللي فايتين مفرجين في الفيديو ترى عارفين المراحل ديال انك تقطعي او كتلصقي او كتطبقي الحنه غير بشويه، ما ديريش كوش غليظه بزاف. وما تزربيش عليها غير بشويه، حيت انا زربت عليها شويه تخلطت لي شويه، حيت هذا السكوتش بقى عندي غير مطرف تكمش وما بقاش كيلصق مزيان، داكشي علاش تخلطت ليا شويه، حيت ماشي سكوتش جديد اللي يلصق مزيان عندي انا، بقاو دوك السكوتشات قدامين تكمشوا غير تكمشوا وتحيدوا من داك الكاغط ديالهم وما بقاوش كيلصقوا مزيان. نتوما عطيوها الخاطر بشويه بشويه وراه غتخرج لكم زوينه. نتوما دايره نقيشه صحراويه، موديل صحراوي بحال داك الشكل ديال الصحراوه اللي كيجي نص ديال اليد من هنا ونص ديال اليد من هنا. المهم راه جا اللوين زوين
واخا راه تخلطات لي شويه. المهم نتوما الا جبتو سكوتش جديد راه ما غاديش يكون عندكم مشكل. وكنتمنى هاد الرشيمه تعجبكم وتجربوها، ونتمنى نكون فتكم في هاد العواشر وعيد مبارك سعيد. وتنتمنى هاد العواشر تدخل عليكم بالصحه والسلامه والهنا. وكنتمنى هاد الفيديو ينفعكم وتجربوه وتفرحوا بريوسكم وتجربوا هاد النقيشه هادي، راه طلعت زوينه بالنسبه اللي تيبغي نقيشات الصحراويين. هادي راه غاديه للموديل الصحراوي. بزاف ديال الناس كيبغيو الموديلات الصحراويه، هادي راه طلعت زوينه. المهم سمحوا لي على داك المهم داك شويه اللي مخلط، ولكن نتوما عطيوها الخاطر وجيبوا سكوتش جديد راه ما غتلقاوش مشكل. ايوا هادشي اللي كاين. كنتمنى الفيديو يعجبكم وتنتمنىكم تشجعوني بلايك وكومونتير زوين وشاركوا مبروكه. السلام عليكم، خليت لكم الراحه، باي باي.